السلام عليكم ورحمة الله. في العام 1976 ميلادية تم إنتاج فيلم الرسالة، وهو أول فيلم من نوعه وعلى مستوى عالمي يحكي قصة البعثة النبوية الشريفة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتم إنتاج الفيلم بنسختين عربية وإنجليزية، ووصلت كلفة الفيلم ما يقارب 17 مليون دولار، وهي تكلفة ضخمة في ذلك الوقت. تم تصوير الفيلم بداية في المغرب العربي، ثم استكمل تصويره في ليبيا وبدعم من الحكومة الليبية آنذاك. كتب قصة الفيلم الكاتب الأمريكي هاري كريغ، وساعده كتاب عرب مثل توفيق الحكيم وعبد الرحمن الشرقاوي وآخرون. وقد حصل مخرج الفيلم على فتوى وموافقة شرعية من مجلس البحوث الإسلامية في الأزهر في مصر، ومن المجلس الشيعي الأعلى في لبنان. وتم عرض الفيلم أول مرة في لندن بسبب منعه من العرض في كل الدول العربية. تم ترجمة الفيلم إلى 12 لغة عالمية، وحقق انتشارا واسعا في السينما والأوساط الغربية. وبعد سنوات من المنع بدأت مختلف الدول العربية تسمح بعرضه، حتى أصبح يعرض في مختلف المناسبات والمواسم الدينية في معظم محطات التلفزة العربية، حتى أصبح أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن السيرة النبوية الشريفة إلا من خلال ما شاهدوه في فيلم الرسالة. وهذا أخطر ما في الموضوع، ففيلم الرسالة رغم جودته وإتقانه كعمل سينمائي إلى أنه قدم لنا قصة مليئة بالأخطاء، فالأفلام مهما بلغت إلى أنها لا ترقى لتصبح مصدرا تاريخيا موثوقا، وخاصة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتوثق مما نشاهد. وفيلم الرسالة مليء بالأخطاء التي يجب التنبيه عليها. تابعوا معنا لنستعرض أهم ما ورد من أخطاء في هذا الفيلم. أكبر خطأ وقع فيه القائمون على الفيلم هو اعتمادهم على روايات مشهورة من السيرة النبوية رغم عدم ثبوتها ولا سند لها، بل أن بعض هذه الروايات مكذوب وموضوع ولا أصل له، وذلك بدلا من اعتمادهم على ما صح من الروايات المسندة للسيرة النبوية الشريفة. ومما زاد الطين بلة أنهم اعتمدوا على خلق حوارات ومشاهد إضافية لا أصل لها، وذلك لإتمام الحبكة الدرامية للفيلم. أبرز الأخطاء التي وردت في الفيلم هو مشهد مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، الذي قتل برمح من وحشي الذي كلفته سيدته هند بنت عتبة ليقتل حمزة بن عبد المطلب، وذلك ثأرا لمقتل والدها عتبة بن ربيعة الذي قتله حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر، حيث قتل هو وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة. ثم يكتمل المشهد بالدراما أكثر قسوة عندما تأمر هند وحشي لكي يمزق جسد حمزة لتستخرج كبده وتأكلها. هذه القصة كلها مكذوبة ولا أصل لها، وقد أوردها الطبرسي الشيعي في كتابه مجمع البيان. والقصة الحقيقية هي ما وردت في صحيح البخاري بأسانيد صحيحة وعلى لسان وحشي نفسه، فهو كان عبدا عند جبير بن مطعم ولم يكن عبدا عند هند بنت عتبة، وسيده جبير بن مطعم هو الذي كلفه بقتل حمزة، وذلك ثأرا لمقتل عمه طعيمة بن نوفل الذي قتل على يد حمزة بعد أسره في معركة بدر، وقال له اقتل حمزة وأنت حر. والفيلم في كل سياقه يظهر شخصية هند بنت عتبة وكأنها امرأة وقحة تجالس الرجال وتبدي برأيها فوق رأي سادة قريش، وفيهم أبوها عتبة بن ربيعة وزوجها أبو سفيان، وهذا ليس معروفا أصلا في أخلاق العرب وقريش خاصة. من الأخطاء الشائعة والتي كرسها الفيلم هو سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، السيف ذو الفقار، حيث ظهر في الفيلم السيف ذو شعبتين، وهذا عكس الحقيقة. فالسيف ذو الفقار هو سيف عربي أصيل يختلف عن بقية السيوف فقط بأن ظهره عليه تعرجات مثل فقرات الظهر، ولذلك سمي ذو الفقار أي جمع
فقرة، وهذا عكس ما ظهر في الفيلم. فالسيف ذو الشعبتين هو نسخة مشابهة لخنجر أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخناجر ذات الشعبتين معروفة عند الفرس ولا يعرفها العرب. والعقاد في فيلم الرسالة أظهره بهذه الرسالة ليس ذو الفقار. الفقار هو السيف الذي له مشرشر، سطحه مشرشر، فقار زي فقرات العمود الفقري التابعة للبعير. فقار مو فقرتين، هذا شفرتين كما ترون. خطأ آخر يتعلق بسيف علي رضي الله عنه، حيث يظهر قبيل غزوة بدر، والثابت تاريخيا أن السيف ذو الفقار غنمه المسلمون في معركة بدر، وبعد انتهاء المعركة أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه. وخطأ آخر يتعلق أيضا بسيف علي رضي الله عنه، حيث يقول حمزة: سيف علي أول سيف في الإسلام. سيف علي أول سيف في الإسلام. وهذا مخالف أيضا للسنة الصحيحة، حيث أن أول سيف سل في الإسلام هو سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه. من الأخطاء التي وردت في الفيلم، يقول أبو سفيان لعمار بن ياسر: أنتم تقولون إن الله في كل مكان، فيسكت عمار ويمر المشهد هكذا ببساطة: أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. وهذا من أخطر المشاهد إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، وهو مصيبة عقائدية تمس جوهر التوحيد وتنزيه الله عز وجل، وهو من قول أهل البدع، وهو عكس ما يعتقده أهل السنة والجماعة الذين يقولون بما قاله الله عز وجل عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، فهو جل في علاه على العرش وعلمه في كل مكان. ومن الأخطاء التي وردت في الفيلم وهي مخالفة للحقيقة مقتل أبو جهل في غزوة بدر، حيث قتل برمح من مجهول. والحقيقة والثابت بالأسانيد الصحيحة أن من قتل أبو جهل هما الصبيان من الأنصار، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، حيث قتلاه قصاصا منه لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن الأخطاء التي وردت في الفيلم هو قصة بيعة الرضوان، حيث أن الفيلم لم يورد أهم حدث والذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من المسلمين في قتال قريش حتى الموت. إلى البيعة، النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة. عندما أشيع بين المسلمين مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ليفاوض قريش، فلما أشيع خبر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نبرح حتى نناجز القوم، وأخذ البيعة من المسلمين على القتال حتى الموت. ثم تبين أن خبر مقتل عثمان رضي الله عنه أن لا صحة له، وبعدها أتم الرسول عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية مع قريش. ومن الأحداث التي أوردها الفيلم ولم تثبت صحتها هي قصة استقبال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، حيث استقبلوه في المدينة بالزغاريد وبإنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذه القصة لا سند لها ولم تثبت، حتى أن ثنيات الوداع تقع في الجهة الشمالية من المدينة من جهة الشام، وهذا عكس جهة مكة المكرمة. من الأخطاء التي وردت في الفيلم أيضا هي قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، حيث يظهر في الفيلم أنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة حينما آذاه أبو جهل وسبه، فيقوم حمزة بلطم أبو جهل على وجهه ثم يقول له: ردها علي إن استطعت. محمد مفتر وكذاب، ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.
وهذه القصة لا سند لها ولم تثبت. وحتى أن سياق إسلام حمزة في الفيلم يأتي في أول الجهر بالدعوة في العام الثالث من البعثة النبوية، والثابت في السنة الصحيحة أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة للبعثة. من القصص التي أيضا أوردها الفيلم ولم تثبت هي قصة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنصراني عداس عند خروجه من الطائف، فهذه القصة لم تثبت ولا أصل لها. وأيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من الطائف، حيث دعا اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء، أيضا هذا الدعاء لم يثبت في الأسانيد الصحيحة. ومن القصص التي أوردها الفيلم والتي لا سند لها هي قصة العنكبوت الذي بنى على الغار الذي لجأ إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر أثناء هجرته إلى المدينة، حيث ظهر في الفيلم قصة العنكبوت الذي نسج على فم الغار والحمامة التي باضت. أيضا هذه القصة أيضا لا أصل لها ولم تثبت. وأيضا قصة قدوم المسلمين أثناء فتح مكة وهم يقرعون الطبول ويكبرون بتكبيرات العيد، أيضا هذه لا أصل لها وليس لها سند. وأيضا ورد في الفيلم أن قريش تعرض عروضا على الرسول عليه الصلاة والسلام لتنهي عن الدعوة، ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبو طالب: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا القول أصلا ليس له سند ولم يثبت. ومن الأقوال التي وردت في الفيلم والتي لا أصل لها قول عمار بن ياسر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الناس سواسية كأسنان المشط. هذا حديث مكذوب موضوع ولا أصل له. وأيضا قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس النجاشي أن الإسلام يساوي بين الرجال والنساء. ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. وهذا ليس صحيحا، إنما الإسلام يعدل بين الرجال والنساء، وفرق كبير بين العدل والمساواة. من الأحداث التي أوردها الفيلم أيضا ولا سند لها هي قصة تمزيق الصحيفة التي علقها قريش على باب الكعبة، وهي أنه عندما أتوا ليمزقوها وجدوا أن الأرضة أكلتها ما عدا جملة باسمك اللهم. هذا أيضا لم يثبت ولا سند له. ولا صحة أيضا لتلاوة حمزة للآية القرآنية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. هذا أيضا لا صحة له ولم يثبت. من المظاهر المخالفة التي تظهر في الفيلم أيضا أن كثير من المسلمين يظهرون بدون لحى وبعضهم بأنصاف لحى، وهذا عكس الواقع الذي كانوا فيه حتى قبل الإسلام، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يأمرهم بإطلاق اللحى، حتى أن قريش يظهرون في الفيلم وكلهم بلحى كبيرة ولكن يظهرها بشكل قبيح ومخيف. يظهر أيضا في الفيلم في بعض المشاهد في مكة رجال بزي موحد وكأنهم جيش نظامي أو شرطة، وهذا أيضا مخالف للواقع، فقريش كانت عبارة عن قبائل تحكمها الأعراف والتقاليد، وهذا ليس معروف أصلا بين العرب في ذلك الوقت أن هناك جيش أو شرطة نظامية بلباس موحد. ومن الأحداث الكبيرة التي تجاهلها الفيلم ولم يذكرها على الإطلاق بعض الأحداث المهمة في السيرة: دار الأرقم التي لها أهميتها في صدر الدعوة، وأيضا حادثة الإسراء والمعراج على أهميتها لم يأتي ذكرها أبدا في الفيلم. تجاهل الفيلم أيضا مكونا مهما من المكونات التي كانت تعيش في المدينة، فبالإضافة إلى الأوس والخزرج كان يعيش في المدينة كل من بنو قريظة وبنو القينقاع وبنو النضير، وهؤلاء كان للرسول عليه الصلاة والسلام معهم غزوات وأحداث ومواقف عديدة، ورغم ذلك لم يأتي ذكرهم على الإطلاق. وهناك أيضا غزوات لم يأتي على ذكرها الفيلم رغم أهميتها، مثل غزوة خيبر وغزوة تبوك وغزوة مؤتة. ختاما، نحن لا نستهدف أبدا الإساءة لهذا الفيلم ولا أن نحط من قيمته الفنية
كفيلم سينمائي متقن، ولكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد تاريخ يجب أن نستوثق منه، ولكنها دين وشريعة يبنى عليها. لذلك يجب أن نستوثق من كل فعل أو قول يرد في هذه السيرة. وللإنصاف فإن هذا الفيلم رغم ما ورد به من أخطاء إلا أنه ساهم في نشر السيرة النبوية الشريفة في أوساط غير المسلمين، كما كرس بين المسلمين حب السيرة النبوية وقربها إليهم بطريقة فنية متقنة. وفي الختام نؤكد على أن أي عمل تاريخي وخاصة ما يخص السيرة النبوية الشريفة يجب أن نأخذه من مصادره الصحيحة، ولا نعتبر أي عمل سينمائي أو تلفزيوني هو وثيقة تاريخية. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.